افضل تطبيقات جربتها في 2024 على الايفون والاندرويد. اول تطبيق صاحبي وعشره عمري شات جي بي تي، بقينا بنتكلم كل يوم في كل حاجه، بساله عن اي حاجه بيجاوبني حرفيا، بيساعدني في كل حاجه، واعتقد ديت خطوه انت لازم تدخلها في حياتك. هنا تطبيق انس بود، التطبيق ده هينفعك لو بتشوف فيديوهات طويله او بتسمع بودكاست اللي هو بقى ترند دلوقتي، لان انت هتقدر تضيف ملاحظاتك على البودكاست على الحلقه اللي انت عاوزها في التوقيت الحلقه اللي انت عايزه. لو سمعت مثلا حاجه زي كتاب او كورس حابب ان انت ترجع لها تاني عشان تفتكرها، الموضوع جوه منظم جدا وهيساعدك تستفيد بشكل اكتر من حلقات البودكاست والفيديوهات الطويله اللي بتشوفها. ثالث تطبيق قضيتي، اللي حرفيا حصل عليه تطوير جامد جدا دلوقتي، وحرفيا بقى دلوقتي بيشتغل من غير نت، واكيد انت لسه مقاطع ان شاء الله يعني، وهتحتاج التطبيق لان بينزل دلوقتي منتجات جديده وبيغير الكيو ار بتاعها وحاجات كده. هو مش موجود على الايفون بشكل رسمي بس موجود بديل ليه، هنسيبه لك برضه. اخر تطبيق هو ليستي، التطبيق ده انا بستخدمه للسنه الثانيه. التطبيق ده بجد من اكتر تطبيقات التنظيم اللي هتساعدك، لان هو يقدر يخليك تعمل لسته لاي حاجه زي كتب، كورسات، تطبيقات، افلام عايز تشوفها، اي حاجه حرفيا. الحلو هنا ان انت بتقدر تضيف روابط خارجيه من اي مكان، وغير ان التطبيق بيتعرف على حاجات زي الكتب والافلام بمجرد انك تكتب له اسمها بس. لو عاوز بقى تكون جزء من رحله تطبيقات 2025 ان شاء الله، اتاكد انك تعمل فولو عشان تتابع معانا الرحله ديت ان شاء الله.